ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بيبا من قناه شعراوي. لو اول مره بتشوفوني يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو علشان عيلتنا تكبر. النهارده فيديو جديد، طبعا محتوى جديد خالص. حبيت اعمل النهارده الفيديو عن الريفيو عن الحاجات اللي جبتها عن الكليه، عشان الكليه يعني. فالحاجات اللي انا جبتها ديت مفروض عشان كليه صيدله، بس هي برضه تنفع العلوم، يعني كلية علوم عادي. وفي بعض الحاجات تنفع لكلية زراعة برضه. حابة بس اقول ان الحاجات اللي جبتها ديت انا ما استعملتهاش لحد دلوقتي، لان الجامعة كانت موفرة تقريبا معظم الحاجات. فمش عارفة بقى، على حسب كل جامعة بتوفر الحاجة او ما بتوفرهاش. فبيبقى لازم نعرف الحاجات دي قبل ما ندخل، مثلا لازم نسأل في الجامعة عن ان الادوات بتبقى متوفرة ولا لأ قبل ما ندخل، عشان من ايه يعني ما نجيبش حاجه وفي الاخر ما نعرفش نستخدمها. انا بصراحه لسه ما استخدمتش اي حاجه خالص، لان موفرين تقريبا كل حاجه انا جايباها. فلحد دلوقتي لسه بقى ايه، ما اعرفش موضوع البوكس والحاجات اللي انا جايباها ديت يعني هعمل فيها ايه. بس انا اقول لكم انا بستعمل ايه في كليه صيدله، وانتوا ممكن تجيبوها على حسب بقى الكليه هتقول لكم جيبوها ولا ايه. اول حاجه طبعا البلطو، لازم نجيب اللاب كوت معانا، لان اللاب كوت ده مهم جدا في المعمل او في السكشن يعني عموما، عشان احنا ما بنقدرش ندخل السكشن الا باللاب كوت. هنبدا دلوقتي نشوف ايه اللي موجود جوه البوكس. البوكس طبعا بيبقى اكتر يعني اللي تبقى اسنان. بس انا جبته طبعا عشان احط فيه كل الحاجات اللي انا جايباها ديت. بنجيب جلافز معانا، ونجيب الفوطة ديت، بتبقى الفوطة ديت بنستخدمها في المعمل علشان لو اي حاجة وقعت مثلا او نمسك بيها التست تيوب لو كانت سخنة whatever، يعني بنستخدمها بشكل كبير جدا. اول حاجة معانا هنا الهولدر دوت، هو اللي بنمسك بيه التست تيوب علشان التست تيوب طبعا لما نيجي نسخنها فمحتاجين ان احنا نمسكها وكده. فاول حاجة مهمة جدا وبنستخدمها كتير هو الهولدر. برضو ماسكات مهمة جدا عشان الروائح بتبقى صعبة جدا، لان بيبقى فيه روائح بجد ممكن تعمل أزمة في مناخير اي حد يعني عنده حساسية مثلا او اي حاجة. اول حاجة بقى هبدأ اوريكم كده البوكس شكله عامل ازاي من فوق. هو ليه كذا فتحة من فوق، ممكن نحط فيها اي حاجة احنا عايزينها. هو بيبقى فيه احجام منه كتيرة، في حجم صغير، في حجم متوسط، في حجم كبير. الحجم اللي انا جايباه ده تقريبا الحجم الكبير او المتوسط، مش فاكره بصراحه كان انهي حجم بصراحه. بس عشان انا جبته كبير عشان اقدر اشيل فيه كل الحاجات ديت. آه يعني هو كلية صيدلة، مش في سنة أولى يعني، أو مش في الترم الأولاني، مش هناخد فيه تشريح. بس أنا جبت أدوات تشريح عموما يعني، لأن هي كده كده إن شاء الله هنستعملها يعني. سواء كلية صيدلة أو كلية علوم. كلية علوم بيستعملوها برضو في أول سنة. فيعني يعني بالنسبة لهم حاجة مهمة يعني. أنا جبتها احتياطي بقى. فهم 4 كده أجزاء، مقص طبعا، وبيبقى فيه كده زي المشرط كده، وبيكون هنا ده زي الماسك كده، عشان لو وقت التشريح مثلا بيبقى فيه ان احنا نقدر نتحكم بأي حاجة مثلا احنا بنعملها لما نيجي نشرح مثلا ضفدعة او whatever اي حاجة تانية يعني. بصراحة دوت لحد دلوقتي مش عارفة استخدامه ايه، فاللي عارف استخدام الأداة الحادة ديت يقولي. انا جبت بقى ايه كذا كده مشرط، يعني عشان هو بيبقى بيجي لوحده كذا، اللي هي السكينة الحادة ديت بتاعة المشرط يعني. انا جبتهم قلت يعني ايه اخلص منهم، بحيث ان احنا ممكن نستخدمهم في اي وقت يعني في اي سنة دراسية ان شاء الله يعني. يبقوا ان شاء الله جاهزين كده. حاولت ان انا اركبه بصراحة بس ما عرفتش، قلت بقى لا عشان ما اعورش نفسي. فلانه كان صعب جدا، انه حد جدا قوي قوي. فياريت لو انتوا عندكم اخوات صغيرين ما تحطوش ابدا ابدا اي حاجة من الحاجات ديت قدامهم.
او تحط البوكس قدامهم. ما تحطوش البوكس قدامهم خالص، لان بيبقى فيه حاجات بتتكسر و يعني ابعدوا عنهم، يعني عشان ايه؟ منعا لاي حاجة غلط يعني. طبعا بقى ده الدورق المخروطي او الكونيكال فلاسك. الدورق دوت احنا منستخدموش كتير قوي في صيدلة. نستخدم اكتر البيكر والتست تيوب. هي دي التست تيوب، وده الهولدر بتاعها. هما انا جبت 6 لان الهولدر فيه اساسا 6 اماكن، فهم 6 على يعني على عدد بتاع الاماكن. في هولدر بيبقى اكبر، وفي تيست تيوب لو انتوا عايزين تجيب تيست تيوب اكتر. عموما كده كده الجامعة بتوفر تيست تيوب بكمية كبيرة جدا. انا جبت التيست تيوب على اساس مثلا ان الحاجات دي بقى كل واحد بيجيب التيست تيوب بتاعه على حسب الجامعة. لازم قبل لما تجيبوا اي حاجة تسألوا الجامعة اذا كانت هتوفر الادوات دي كلها ولا انتوا المفروض تجيبوها. ده البيكر بنستخدمه كتير قوي، في منه احجام، في منه 250 ملي، في منه 500 ملي، whatever، بيبقى احجام كتير جدا. ده بقى سلايد او ازاز كده، بيبقى سلايدز. بنستخدمها في الميكروسكوب اكتر في البوتاني بقى اللي هو بتاع النبات وكده، في السكشن بتاع البوتاني. وده فانل دوت او فانل، هو قمع كده بنستخدمه برضو في الاناليتيكال مثلا، اللي هي مادة الاناليتيكال. وده برضو سلايدز بس بتبقى صغيرة شوية وبتبقى رفيعة عشان نقدر نشوف بيها اي عينة تحت الميكروسكوب في مادة البوتاني. النضارة ديت نسيت اقولكم ان هي بتوسع، يعني ليها كذا درجة. وده برضو كده مفروض برضو بنستخدمه في الميكروسكوب. برضو هو ازاز كده، مش عارفة يعني يستخدموه ايه بالظبط لان احنا لسه ما استخدمناهوش، فبس هو بيبقى مهم برضو يعني. انا كنت جايبه بقى مشارط كتير قوي، لان المشارط قلت اجيبها بقى عشان هي طبعا بتستخدمها باستخدام مره واحده بس. وكنت جايبه برضو البايبت اللي هي المصة، بس انا تقريبا نسيت اصورها. بتبقى شكلها كده مصة عادية، بنقدر ان احنا مثلا نشيل فيها اجزاء، يعني مثلا ايه، كمية كميات معينة من السوائل، مثلا على حسب بقى، مثلا عايزة 1 ملي، عايزة 2 ملي، عايزة 6 ملي، على حسب بقى المصة دي بيكون فيها كده درجات. فمهمة برضو بنستخدمها كتير جدا 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 في الاناليتيكال يعني. يعني اكتر حاجة بنستخدمها هي التست تيوب اللي انا بعملها، اللي انا بشيلها دلوقتي ديت، والبيكر، وطبعا الهولدر، وال بنستخدم برضو الايه البايبت قوي. الكونيكال فلاسك ما بنستخدموش كتير، ولا كمان الفانل. برضو التست تيوب كليننج اللي هي البرانش. تيست تيوب كليننج برانش ديت اللي هي بنستخدمها عشان ايه، ننضف بيها التست تيوب. برضو يعني احنا ما بنستخدمهاش برضو قوي يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.